امتى احس ان انا محتاج اروح لمعالج زواجي او استعين باي حد متخصص في العلاج الزواجي؟ معاكم دكتوره منى صلاح، استشاري العلاج النفسي، معالج زواجي ونفسي معتمد من وزاره الصحه المصريه. الحقيقه في مدارس كتيره جدا بتهتم بالعلاج الزواجي. من اهم المدارس ديت هي مدرسه جوتمان، ومدرسه جوتمان حسب الدراسات بتاعته حددت لنا 4 عوامل لو توفرت جوه العلاقه الزوجيه دي مسمينها زي اجراس خطر، بتقول لنا ان في مشكله جوه العلاقه دي وان احنا محتاجين نستعين بحد متخصص. ال4 دول هنبتدي نتكلم معاهم واحده واحده كده بشكل بسيط جدا. اول نقطه اتكلم فيها هي النقد. يعني ايه النقد؟ يعني انا اكون بدل ما بتكلم عن احتياجاتي ومشاعري بتكلم على سلبيات الطرف الثاني. فبدل ما اقول ان انا مثلا محتاجه احتواء، لا بقول انت عمرك ما احتويتني، انت عمرك ما عرفت تعمل ده. جوتمان بيقول ان احنا بنبقى محتاجين نتكلم انا حاسس بايه او انا عايز ايه، بدل ما بتكلم على عيوب الطرف الثاني. لان لما بتكلم على عيوب ده بخلي او بستثير الطرف الثاني ان هو يبتدي يدافع عن نفسه، لان انا كده اتهمته فهيبتدي يدافع عن نفسه، فبالتالي هنخش جوه دايره كلها خلافات وخناقات من غير ما نوصل لاي حاجه. الجرس الثاني اللي كان بنتكلم فيه هو الدفاعيه. يعني ايه الدفاعيه؟ جوتمان عرف الدفاعيه الحقيقه ان هو ما بكونش متحمل مسؤوليه افعالي، بمعنى ان بدل ما بتكلم ان انا عندي ضغوط مثلا كزوج، لا ببتدي اقول انت ست نكديه، انت مش حاسه باللي انا فيه. لما يحصل خلافات او يحصل زعيق او يحصل اي مشاجره ما بين الزوجين، ابتدي اقول هي اللي عصبتني، هي اللي وصلتني لكده. فالحقيقه ده برضو بيدخلنا جوه دايره كبيره جدا من المشكلات ومشاعر تقيله زي مشاعر الغضب مثلا، اللي هو انت مش مقدر اللي انا فيه او انت مش مقدره اللي انا فيه. ثالث جرس اتكلم عليه جوتمان هو جرس الاستهزاء او السخريه. يعني ايه ده؟ يعني ان انا ممكن اكون زوجه او زوج، احنا الاثنين بنقول كلام قد يجرح الطرف الثاني، وانا عارف ان هو هيجرحه. هقول كلام وهو هيجرحها او هيقلل من احترامها لنفسها او حتى احترام الناس اللي قاعدين معانا ليها هي شخصيا. وبرضه بقول الكلام ده تحت مظله ان انا بضحك بهزر، انت ليه قافشه او انت ليه قافش. رابع جرس اتكلم عليه جوتمان برضو هو جرس كتمان الغضب، والحقيقه ده حاجه صعبه جدا لان احنا بنلاقيها في الزوجين سوا. فمثلا نبقى انا غضبان او حصل اي خلاف ما بيننا، فبدل ما بتكلم برضو عن ان انا غضبان او اعبر عن مشاعري دي، لا انا باخد نفسي وبطلع بره الاوضه اللي احنا كنا قاعدين فيها او بره البيت كله، بحجه ان انا هسيبها لحد ما تهدى، او ان انا لا مش هينفع نتكلم اكتر من كده عشان المشكله ما تكبرش. لكن الحقيقه ده بيدي رسائل كتيره جدا جدا للطرف الثاني، اللي هو انت مش معبرني، انت مش حاسس باللي انا فيه، انت سايبني اولع. كل دي رسائل بتوصل للطرف الثاني. الزوجه مثلا ممكن تكون غضبانه من حاجه حصلت ما بينهم هما الاثنين، فلما بتيجي تتكلم معاه هو ما بيستقبلش ده، فتبتدي تكتم غضبها، تبتدي ما تتكلمش اصلا بعد كده، او تختار ان هي لا مش هتكلم على احتياجاتي ولا هتكلم على مشاعري بعد كده، لان هو مش هيقدرها او ان هو هيتنرفز عليا وهيقلب الترابيزه عليا. هما دول ال4 اجراس. فانا بدعوكم اي حد يحس باي حاجه من ال4 اجراس دول ان احنا نستعين على طول بمتخصص في العلاج الزواجي.